هام جدا الضمان الاجتماعي. هذا الفيديو الرابع من السلسلة حول كل ما يتعلق بالضمان الاجتماعي، واليوم ما شاء الله غادي نتكلموا على التغطية الصحية آمو تضامن. شنو هي المزايا ديالها وكيفاش نستافدوا منها، وما هي الفحوصات والعلاجات اللي كنستافدوا منها، وشحال النسبة ديال المصاريف ديال العلاج اللي كنتعوضوا عليها. المهم اخوتي، كل ما يتعلق بالتغطية الصحية آمو تضامن غادي نشرحها لك بالخشيبات وبالدارجة، لا تعلين اخوتي، ما مزروبين ما والو، حتى نفهموا كل ما يتعلق بالتغطية الصحية آمو تضامن مجانا. ما غاديش نطول عليكم، كما العادة وكما القاعدة بارطاجوا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي كي تعم الفائدة والدال على الخير كفاعله، كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم، تبارك الله عليكم، تحية طيبة للجميع، وكنتمنى من الله عز وجل هذا الفيديو هذا يلقاكم وانتم في أفضل الأحوال. المهم اخوتي، كما العادة وكما القاعدة معكم عبد الصمد الجباري، اللي ما كيبخلش عليكم بالمعلومات، فكنتمنى من الله عز وجل نتوما كذلك ما تبخلوش عليا بواحد اللايك وشكرا. إذا عندكم شي آراء ولا شي أسئلة خلوها لي في الكومنتير أو تواصلوا معايا عبر الخاص، فأنا كنجاوب الجميع. المهم اخوتي، كما وعدتكم في الفيديو السابق وقلتكم إن شاء الله غادي خصصكم كل حلقة على نوع من أنواع التغطية الصحية، واليوم إن شاء الله غنتناولوا الموضوع حول التغطية الصحية آمو تضامن مجانا. شنو هي المزايا ديالها وشنو هي الشروط باش نستافدوا منها وكيفاش نعملوا باش نستافدوا من التغطية الصحية آمو تضامن مجانا. فلذلك اخوتي خلوكم معنا وما تقلقوش وما تقولوش كنطول عليكم، لانكم غتستافدوا باذن الله عز وجل. فلذلك اذا عندك شي شغل شق ديال الشغل ديالك، اذا باغي تصلي الصلاه ديالك مشي صلي الصلاه ديالك، وقف الفيديو، ملي يكون عندك الوقت رجع كمل على الفيديو باش تستافد باذن الله عز وجل. ما غاديش نطول عليكم. الان غادي ننتقل الى المنصه ديال الضمان الاجتماعي باش نشرحكم داك الشيء بالتفصيل باذن الله عز وجل. فلذلك الله يجازيكم بالخير، غير بلات عليكم ما تقلقوش، باذن الله عز وجل غتستافدوا. خلوكم معنا. المهم اخوتي ركزوا معايا مزيان باش تفهموا الله يرحم الوالدين كل ما يتعلق بالتغطيه الصحيه آمو تضامن وكيفاش تتعدلت وشكون اللي من حقه يستافد منها وشنو هي الشروط. المهم اخوتي الان جبرتوني في المنصه ديال الضمان الاجتماعي، ودابا غادي نقرا عليكم شنو هي التغطية الصحية آمو تضامن. خلوكم معنا. في فاتح دجنبر 2022 تم تسجيل جميع الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية رميد بنظام التأمين الإجباري عن المرض آمو، والدولة هي التي تتحمل واجبات اشتراكهم. المهم أخوتي، في النهاية ديال 2022 الناس اللي كانوا كيستافدوا من رميد تحاولوا باش يستافدوا من نظام التغطية الصحية آمو تضامن مجانا. هادو بالنسبة للناس اللي كانوا كيستافدوا من الرميد، والدولة هي اللي كتخلص عليهم. دابا غادي نتعرفوا على المزايا ديال آمو تضامن. شنو هما المزايا؟ الاستمرار في الاستفادة مجانا من خدمات المؤسسات الصحية العمومية، التعويض عن مصاريف الأدوية والتحاليل الطبية، التعويض عن مصاريف الاستشارات والخدمات الطبية المجرات في القطاع الخاص. يعني أخوتي المزايا هاد التغطية الصحية آمو تضامن مجانا يمكن لهم الناس ديال آمو تضامن يستافدوا في المستشفى العمومي وفي المستشفى الخاص، يعني طبيب الدولة الطبيب ديال الفلوس يمكن له يستافد من المستشفى العمومي اللي هو الطبيب ديال الدولة وما كيخلص حتى شي حاجة، وإذا مشى الطبيب ديال الفلوس ديك الفلوس اللي غادي يخلصهم كيدفعوا من الضمان الاجتماعي باش تعوض عليهم. وكذلك في الطبيب ديال الدولة إذا خرجوا له شي دواء وشراه كيمكن له يتعوض عليه. شكون اللي من حقه يستافد من التغطية الصحية آمو تضامن؟ واش غير الزوج ولا شكون آخر معه؟ بالإضافة إلى المؤمن الرئيسي اللي هو رب الأسرة، يشمل نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الأشخاص المشار إليهم أسفله، ما لم يكونوا خاضعين لنظام آخر. يعني الناس اللي من حقهم يستافدوا آمو تضامن هما الأشخاص اللي غنذكرهم الآن. أول حاجة الأزواج،
ولكن هاد الناس اللي يستافدوا من هاد امو تضامن ما خصهمش يكونوا كيستافدوا من شي تغطيه صحيه اخرى. اول حاجه الازواج. شنو كتعني الازواج؟ مثلا اذا كان عنده اكثر من زوج. كذلك اللي من حقه يستافد الابناء حتى بلوغ سن 21 سنه. الابناء حتى بلوغهم 26 سنه في حاله متابعه دراسات عليا. الابناء في وضعيه اعاقه دون اعتبار للسن، شريط ان يكون المؤمن الرئيسي على قيد الحياه. يعني خوتي الابناء يمكن لهم يستافدوا حتى يوصلوا لسن 21 سنه. اذا فاتوا السن 21 سنه باش يستافدوا من التغطيه الصحيه امو تضامن خصهم يكونوا يكملوا الدراسه ديالهم يعني الجامعيه. وكذلك الاطفال في وضعيه اعاقه هادو كيستافدوا منها طول الحياه الا اذا مات، يعني الاب ديك الساعه ما كيبقاش من حقه باش يستافد. كيفاش نتسجل في امو تضامن؟ تم تسجيل المعنيين بالامر مباشره دون الحاجه الى قيامهم باي اجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمت موافاتهم برقم تسجيلهم عبر رساله نصيه سيميس. في حالة عدم التوصل برقم التسجيل يمكن الاتصال على الأرقام التالية. بلاتي خوتي باش نشرح لكم مزيان، هذه بالنسبة للناس اللي كانوا عندهم مرامد ومن بعد ما عملوا التغطية الصحية أمو تضامن حولوهم مباشرة باش يستافدوا من التغطية الصحية أمو تضامن مجانا، وصيفطوا لهم رقم ديال التسجيل ديالهم ديال الضمان الاجتماعي في الرسالة. هذه في بداية ديال التغطية الصحية أمو تضامن. والناس اللي ما توصلوش بها كانوا كيتصلوا بالارقام كما كتشوفوا. هذه هي الارقام اللي كانوا كيتصلوا بها. هذه البدايه ديال امو تضامن، اولا كيمشيو الموقع ديالهم masenesis.ma. هذا الشيء هذا خوتي كان في البدايه ديال امو تضامن 2022، ولكن دابا هذا الشيء هذا تغير. دابا كيفاش تعمل باش تستافد من هذه التغطيه الصحيه امو تضامن مجانا؟ الان كتسجل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. يطلع لك المؤشر اقل من 9.32 مباشره كتحول باش تستافد من التغطيه الصحيه امو تضامن مجانا. هذه كانت بالنسبه للناس اللي كانوا عندهم الرامد، ولكن دابا يعني مباشره من بعد ما كتسجل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد اذا جاك مؤشر اقل من 9.32 كتحول باش تستافد من التغطيه الصحيه امو تضامن مجانا، والدوله هي اللي كتخلصها. شنو هي الخدمات المشموله بامو تضامن؟ يعني شنو يمكننا نستافدوا منها؟ بالاضافه الى الاستمرار في الاستفاده مجانا من خدمات السبيطارات، يمكن الاشخاص المعنيين الاستفاده كذلك من خدمات امو. يعني هاد امو تضامن ملي كدير ديك الرقم ديال الضمان الاجتماعي كتمشي للسبيطار ديال الدوله كتوري لهم داك الرقم ديال الضمان الاجتماعي كيضربو هو في بيسي كيجبر باللي عندك امو تضامن. كيمكن لك يعني تدخل تعمل راديو في الطبيب ديال الدوله ما كتخلص حتى شي حاجه، واذا خرج لك الدواء كذلك كيمكن لك تستافد من التغطيه الصحيه اللي هي امو كتعوض على داك المصاريف العلاج. دابا غادي نتعرفوا على العلاجات اللي يمكن لك تستافد منها وتعوض عليها. واحد، العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة. جوج، أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية. ثلاثة، العلاجات المرتبطة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها. أربعة، العلاجات المرتبطة بالاستشفاء والعمليات الجراحية بما فيها أعمال الجراحة التعويضية. خمسة، التحاليل البيولوجية الطبية. ستة، الطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة. سبعة، الفحوص الوظيفية. 8، الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها. 9، أكياس الدم البشرية ومشتقاته. 10، الآلات الطبية والأدوات الانغراس الطبي الضروري لمختلف الأعمال الطبية والجراحية. 11، الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها. النظارات الطبية. 13، علاجات الفم والأسنان. 14، تقويم الأسنان بالنسبة للأطفال. 15، أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي. 16، الأعمال شبه الطبية. 17، التنقلات الصحية. كذلك أخوتي الناس ديال امو التضامن يمكن لهم يستافدوا من التحمل المسبق لجزء من مصاريف العلاج.
شنو كتعني هذا التحمل المسبق لجزء من مصاريف العلاج؟ يوفر نظام التأمين الإجباري عن المرض AMO أيضا إمكانية التحمل المسبق لجزء من مصاريف الاستشفاء أو الأدوية الباهظة الثمن، بحيث لا يقوم المؤمن سوى بأداء الجزء المتبقي على عاتقه لأجل الأجل القانوني للرد على طلب التحمل المسبق 48 ساعة. المهم اخوتي انا غادي نشرح لكم شنو هو التحمل المسبق. اذا بغيتي مثلا تمشي للطبيب ديال الضمان الاجتماعي في العوض مع انك تدفع الدوسين الضمان الاجتماعي وتستنى فوقاش يردوا عليك، لا تمشي للطبيب الضمان الاجتماعي وغادي تخلص غير داك المقدار اللي هو غادي تخلصو، اللي غادي يرجعوه لك ما غاديش تخلصو. يوفر نظام التأمين الإجباري عن المرض AMO للمؤمنين وذوي حقوقهم إمكانية استيراد مصاريف العلاج أو التحمل المباشر بها جزئيا أو كليا، وبالتالي في حالة التوجه إلى المؤسسات الصحية الخاصة لتلقي العلاجات يتعين على المؤمنين الإدلاء برقم تسجيله. التعويض عن مصاريف العلاج: يمكن للمؤمن في حالة أداء المسبق لمصاريف علاجه تقديم ملف التعويض لمكاتب القرب المعتمدة أو وكالات الضمان الاجتماعي. دابا غادي نتعرفوا على نسبة التعويض أو التحمل المسبق. بالنسبة للناس اللي غادي يتعوضوا من AMO تضامن، كاينة 70% من التعرفة الوطنية المرجعية، ما بين 70% و 100% بالنسبة لبعض الأمراض الطويلة الأمد أو المكلفة، 100% بالنسبة للخدمات الطبية الضرورية المتلقاة في الخارج والتي لا يمكن إجراؤها في المغرب. المهم أخوتي التعويض عن مصاريف ديال العلاج كتكون 70% يعني بالنسبة للناس اللي عندهم أمراض عادية، وما بين 70% و 100% بالنسبة للأمراض الطويلة اللي يعني كتكون يعني كدوز واحد مدة أو لا كتكون يعني مكلفة كتكون غالية، و100% بالنسبة للناس اللي عندهم الأمراض الخطيرة وميمكنش يتعالج في المغرب كيمشيو على برا وكيتعالجوا. أساس تعويض مصاريف العلاج: يتم تعويض أو تحمل مصاريف الخدمات الطبية على أساس التعرفة الوطنية المرجعية، في حين أن تعويض مصاريف الأدوية يتم على أساس سعر البيع العمومي أو سعر أقرب دواء جنيس عند توفره. كيفاش نستفد من خدمات السبيطارات؟ بمجرد إدلاء برقم التسجيل اللي توصلتي به، يعني بمجرد تعطيهم داك الرقم ديال الضمان الاجتماعي، ديك الساعة محقق أن تستافد من السبيطار ديال الدولة مجانا ما تخلص حتى درهم. في حالة إلا اشتريتي الأدوية أو درتي التحاليل أو درتي الراديو أو غيرها من الخدمات الطبية اللي خرج لك الطبيب السبيطار، يمكن لك تقدم طلب تعويض مصاريف العلاج للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مثلا إذا خرج لك شي راديو ولا أي حاجة وخلصت عليها كتدفع عن الضمان الاجتماعي باش كيعاودك عليها. شنو هو الأجل باش نحط ملف التعويض؟ يعني فوقاش نقدر ندفع الملف وشحال د المدة كيبقى صالح. يجب تقديم ملف تعويض مصاريف العلاج خلال أجل القانوني المحدد في 60 يوم ابتداء من تاريخ أول تدويزة. يعني من نهار اللي كتدوز يعني ما خصكش تفوت 60 يوم تكون دفعت سن الضمان الاجتماعي باش تعوض عليه. إذا فات 60 يوم مكيبقاش يصالح. فين نحط ملف التعويض؟ مكاتب القرب المعتمدة، الشعبي كاش بلوس، كاش بلوس وتسهيلات ووكالة الضمان الاجتماعي. مثلا عملتي شي فحوصات بغيتي تدفع عن الضمان الاجتماعي داك الدواء باش تخلص عليه تعوض عليه، غتمشي للمكاتب ديال القرب او لا تمشي لوكالة الضمان الاجتماعي. مثلا مشيتي للطبيب دوزتي خارج لك الدواء دفعتي الضمان الاجتماعي، كيفاش غادي تعوض على ديك المصاريف ديال العلاجات؟ وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمؤمن الرئيسي خيارين من أجل التوصل بالمبلغ المعوض: التحويل إلى حساب بنكي أو حساب لدى مؤسسات الأداء، وضع رهن الإشارة. يعني أخوتي إذا بغيتو تعوضوا على العلاجات ديالكم إما كتدفعوا لهم حساب بنكي أو لا يعني كتكون واحد بنوك المعتمدة بحال كاش بلوس بحال التسهيلات. باش تعوض على ديك العلاجات خصك تدفع يعني حساب بنكي ديالك، التصريح بالحساب بنكي من أجل التوصل بتعويض مصاريف العلاج. من أجل الاستفادة من الخدمات
يتعين على المؤمن الرئيسي إنشاء حساب خاص به بهذه البوابة. خصك ضروري خوتي تجيب واحد الحساب بنكي وتمشي تدفعوه للضمان الاجتماعي باش إذا دفعتوا الدوسي ديال الدواء يرجعوا لكم فيه الفلوس. المهم اخوتي كما شاهدتوا معنا في هذا الفيديو هذا كنظن الآن عرفتوا شنو هي المزايا ديال التغطية الصحية متضامن مجانا، كيفاش تستافدوا وشنو هي المصاريف العلاجات وشنو هي النسبة اللي كتستافدوا على العلاجات وعلى الفحوصات ديالكم. المهم اخوتي كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا، فإذا استفدتوا معنا ما تنسوناش بواحد اللايك وشي قليل وخلونا الآراء والتعليقات ديالكم تحت في الكومنتير. وإذا كتشاهدوني أول مرة في هذه القناة ولا في هذه الصفحة ما تنساش تعمل لي شي متابعة ولا اشتراك للصفحة وفعل الجرس باش دائما توصل بالجديد. وجزاكم الله خيرا على حسن الإصغاء والمتابعة. تلاقوا في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.